اليوم غادي نهضروا على الأم اللي كتحس بالضغط مع ولادها الكبار، كيفاش كتعيش هذا التوتر وكيفاش تقدر تلقى الراحة والتوازن في حياتها. الأم دائما عندها حب كبير لأولادها، ولكن ملي يكبروا كتولي مسؤولة على أنهم يديروا اختيارات. هنا كتحس بالضغط حيث باغا تبقى دائما حاضرة، ولكن حتى هي محتاجة للراحة. المهم هو أنها تاخذ لحظات لنفسها، ضروري تمشي ترتاح، تهدر مع شي شخص قريب، أو تدير شي حاجة تحبها. التوازن بين العناية بنفسها والعناية بأولادها هو السر. خلينا ديما نفتكروا أن الراحة ديالها ضرورية باش تقدر تكون أم قوية وسعيدة. شكرا. على تكون الأم كتعاني من هذا الضغط، مهم أنها تعرف أن المشاعر اللي كتحس بها عادية وطبيعية. كل أم كتعيش هذه المراحل، ولكن خاصها ما تنساش أنها ماشي وحدها. كاينين ناس ممكن يساعدوها، سواء من أفراد العائلة، الأصدقاء، أو حتى مختص نفسي. يعني خاصها تحاول تاخذ الدعم بلا خجل، وتعرف أن الراحة ماشي ضعف بل هي خطوة ضرورية. إلى جانب ذلك، من المهم أنها تعطي أولادها مساحة أنهم ياخذوا قرارات، لكن مع توجيه لطيف. الأم اللي كتوازن بين الحنان والحزم كتكون مصدر أمان والاثقة. وخليكم دائما متذكرين أن السعادة ديال الأم كتبدأ من أنها تعتني بنفسها أولا، حتى تقدر تعطي أكثر لوليداتها. خاصها تفكر أنها مثال لأولادها، ملي تشوفهم أنهم يكبروا هي اللي غادي تعطيهم القوة باش يواجهوا الحياة. ولكن خاصها كذلك تعرف أنها عندها الحق في العناية براسها. ممكن مثلا تاخذ وقت خاص بها، تقرأ كتاب تحبه، أو تدير شي نشاط خارج المنزل. كل لحظة ديال الراحة هي خطوة مهمة، وبشوية بشوية غادي تلاحظي أنها كتولي قادرة تواجه الأمور، وأيضا تعبر على مشاعرها. ممكن تقعد مع أولادها الكبار وتشرح لهم أنها رغم كل شيء كتحتاج فهمهم وتحتاج دعمهم. الحوار العائلي ضروري حيث كيخليهم يحسوا بالثقة، وكيخليها هي تحس أنها ماشي بوحدها. وخليكم دائما متذكرين أن الرحلة ديال الأمومة ماشي سهلة، ولكن مع الدعم، مع الصبر ومع الاعتناء بالنفس، غادي توصل للتوازن اللي كتبغي. شكرا على الاستماع، وخليكم دائما في أمان الله. قريب مع همسات حواء. شكرا على استماعكم، وأتمنى لكم لحظات هادئة وسعادة في حياتكم. إلى المرة المقبلة.